بصوا يا جماعة، فاضل بالظبط 10 دقايق والساعة هتبقى 12 وخلاص هنبتدي سنة جديدة 2026. طبعا انتوا عارفين اول ما الساعة تيجي 12 في ناس كتير جدا في اماكن معينة بتعمل حاجات تغضب ربنا، واحنا عارفين ايه هي الحاجات دي. فاحنا كمسلمين اللي مطلوب مننا اول ما الساعة تدق 12 على طول على سجادتنا، تمام، ونصلي ركعتين شكر ونسجد لرب العالمين ونصلي ركعتين قيام ليل، وندعي من ربنا انها تكون سنة سعيدة وسنة خير علينا ويغفر لنا اللي فات. وعايزين نسبح ونذكر الله كتير جدا. وفي يعني زي ما بقول لكم في ناس تانية بتعمل حاجات تغضب ربنا وهم عارفين ان الحاجات دي بتغضب ربنا وانتوا عارفينها. فخلينا احنا من الناس اللي ربنا بيكون ان شاء الله باذن الله راضي عنهم، غير المغضوب عليهم. فخليكم كده. ولو سمحتم، لو حد من الناس دي اللي هي مظبطة حاجتها ومجهزة حاجتها وكل حاجة علشان أول ما الساعة تيجي 12 هتغضب ربنا وهي عارفة هتعمل ايه، انتوا عارفين، توبوا لربنا واستغفروا ربنا وما تعملوش كده بجد، لان انتوا مش عارفين ان ممكن يعدي عليكم دقيقة تاني موجودين او مش موجودين. تمام، فدي رسالتي ليكم قبل ما السنة الجديدة تيجي ب10 دقايق. تمام، وان شاء الله بإذن الله تبقى سنة سعيدة وخير علينا جميعا يا رب. يلا، سلام عليكم.